بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كنت عايز أكلمكم عن الماتش بتاع الأهلي وبورتو. الماتش بتاع الأهلي وبورتو. آه، يعني أتمنى إن خوزيه ريبيرو يلعب بالخطة الطبيعية اللي احنا كنا بنلعب بيها قبل كده. يعني بلاش يعني نفتي في التشكيل ويتحط تشكيل زي المرة اللي فاتت، وخطة اللعب اللي هي مبنية على الجبهة الشمال فقط، الجبهة اليمين عطلانة. لأن الكلام ده مش هينفع مع اللعيبة بتاعتنا، لأن هم مش متعودين على الطريقة دي في اللعب. فالمفروض يلعب بالطريقة العادية اللي هي 4-3-2-1 العادية. اللي هم فاهمينها يعني، اللي اللعيبة بتاعتنا فاهمينها. يعني ده لو انت عايز تعمل مباراة كويسة بغض النظر عن النتيجة، يمكن ربنا يوفقك وتكسب. بس يعني ايه، الموضوع محتاج بس شوية ترتيب في أوراق اللعب. يعني بالنسبة لي يعني التشكيلة اللي يعني فيها جزء من التوقع وجزء من التمني. جزء من التوقع إن كده كده الشناوي هيلعب، فالشناوي. وأنا بصراحة مش عاجبني أشرف داري، بس غالبا هو برضه هيلعبه للأسف. وعندك ياسر إبراهيم برضه تقريبا في إصابة. فبيكم برضه، بيكم لعيب كويس. هيلعب برضو بيحيى عطية الله ومحمد هاني، لأن للأسف الجبهة اليمين برضو ما فيهاش حد تاني. حتى عمر كمال مستواه مش اللي هو يعني. وسط الملعب المفروض إليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان وزيزو على اليمين. يعني أنا أفضل إن هو يبدأ ببن شرقي على الشمال. ده اللي أنا أفضله، بس هو غالبا هيلعب بتريزيجيه وسام أبو علي. فيعني نتمنى التوفيق للفريق النهاردة، وإن شاء الله نكسب ونقدم مباراة كويسة يعني، على قد ما نقدر يعني. وأشكركم شكرا جزيلا. شكرا، مع السلامة.